اه واسي سعيد واسمع نهضروا شويه بصح. سيف الدين كمية الشيشه قسما بالله كلشي كيبان لينا يا واسمع الحمق وراك حمق انت وحمد، والله الا مشيتوا فيها زيدوا عليكم السلطان. واسمع مجله امريكيه، واسمع نهضروا شويه بصح وسيريو. مجله امريكيه قال لك باقتناء المغرب الاسلحه التركيه الاسرائيليه الامريكيه، قال لك الكفه كتميل المغرب في اي حرب قادمه. وكنهضر مع امريكان اللي كيهضروا ماشي انا، وكنهضر معك تماما باش تماما باش يدوخوا المداوخ بحالكم، فهمتيني؟ باش يدوخوا المداوخ بحالكم. لا الحمد لله حنا غاديين في الطريق الصحيح، دوله صاعده، كاين استثمارات، كاين شركات صينيه كيدخلوا، كاين شركات بريطانيه غتبدا اسمع، كاين شركات بريطانيه غتبدا تخرج الغاز والبترول في سيدي اف نفط. تفضل. المغرب فيه شركه بريطانيه، شركه فرنسيه، شركه المانيه، شركه اسرائيليه، وشركه مغربيه. اسمع السي سعيد، شركات عابره للقارات كاينه حتى في اليابان، كاينه توتال، كاينه ماكدونالد في اليابان. لا 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 نهار اللي غيبروا دوك الشركات يهزوا القلوع ديالهم تلقاو تما المغرب دايره. الفيتنام من الفيتنام من اقوى اقتصاديات اسيا، وفيها سامسونج، فيها هادو. اسمع السي سعيد، راه باش يجيو واحد الى الجزائر، الى المغرب والجزائر شحال كاع الجزائر يشدوا معنا، شحال شنو؟ اذا دخلت لا قدر الله نفترضوا انه المغرب دخلت مع الجزائر في الحرب، شحال هاد الجزائريين يطولوا معنا زعما نهار يومين 3 ايام شحال كاع؟ سي سعيد انا نهضر معك بكل صدق، انا ما كنتمناش هذه الحرب توقع وما غاديش توقع. نعم، لان الجزائر اصلا ما غاديش تغامر. انا كنظن ما غاديش تغامر باش انا كنشوف غتكون شي مصالحه تاريخيه. اسمع قال لك 24 ساعه سيف. نعم انا كنشوف غتكون شي مصالحه تاريخيه ان شاء الله الى ربي هدا فرنسا، لان هي السبب في هذه المشاكل. وكنشوف غيتم تسليم سعيد بارسا، غيتم التسليم ديالو من السلطات الجزائريه للمغربيه ان شاء الله، وغادي يتحاكم في تازمان مارت. شوف والله يا الجزائري ما تسلم لي المغرب، وتبقاو تما تموتوا هكاك عينيكم يطرطقوا. انتم بغيتوا المغرب تصالح مع الجزائر باش تسلم المغرب. فيش الضحك هذا الشيء هذا؟ انا ما عنديش مع الضحك، انا نقدر معايا بالمعطيات عدلاتي. كنضحكوا احمد عزيز لا، ولكن ما تقولش على سعيد ديك الهضره هذه، ما تقولش على سعيد ديك الهضره. قطع الميكرو عزيز، قطع الميكرو. داك الهضره ما تقولهاش على سعيد. ويا احمد انا ما بغيتكش تعصب، فهمني شنو كنقول، فهمني صح. ما يخرجوش منك، ما يخرجوش منك داك الشيء اللي ماشي سلام. لا هو يمكن هو راه قال لك انا غير كنضحك. لا ما كيبقاش مسائل. شوف انا كنهضروا ملي كنا كنضحكوا راه كانوا هما حنا نضحكوا بالعقل، اما باش تمنى الانسان انه يستسلم وديوه حتى زمان مات يديوك ان شاء الله انت ماشي ديو سعيد. كنضحكوا معاك احمد ماشي مشكل، الله يسامحك احمد. يلا خويا سعيد راه كنخدم شي شويه، يلا الله يشرف في حالكم ان شاء الله. يلا سي سعيد شكرا. انت عارف العذاب اللي داز على الناس اللي تسجنوا في تازمان مات. انت يا الكلب عارف بان الناس تعذبوا في تازمان مات، والمخزن الكلباوي عارف شنو اش من اجرام ارتكب في حق هاد الناس الابرياء اللي كانوا مسجونين، وكتفتخروا بها يا الكلاب، كتفتخروا بان عندكم سجن اسمه تازمان مات. الله يعطي لدينكم الغضب، الله يعطي لدينكم الغضب. بغيت لدينكم اكثر من هذا الجحيم اللي كتعيشوه يا الكلب، وتلذذ في الانسان تقول له نتمنى انك توصل يحاكموك في تازمان مات. الله ينعل جدبوك، الله ينعل جدبوك. لا اسمح لي يا سعيد، هادشي راه ما فيهاش هذه اسمح لي ولا تضحك ولا لما الكحل. هادشي راه ما فيهش الضحك، لان الدين هو ما دوش الحرب ديال الحبس ديال تازمان مات اللي الناس دخلوا ليه مظلومين. الناس مظلومين دخلوا لتازمان مات. نعل جدبوكم الكلاب. اجو دابا نهضروا على المعقول. انت اللي كتقول لي هذه راه معطيات، هادو راهم تقارير دوليه يا الكلب اللي كتقول لي انت غادي تقدر. انا شوف هذه المسائل ديال الجزائر ولا المغرب يتناكوا مع بعضياتهم، الله يجعل ربي يطحن ديالهم بجوج من جهتي انا، الانظمه بجوج غيخليو عليهم عاد الشعب، خليو عليهم عاد الشعب.
ديال المنطقه صافي. اما الانظمه بجوج بهم يما يمشيو يتقاتلوا. انا من جهتي اخر الاحصائيات اللي عندك، المغرب ما يقدرش يكمل حرب مع الجزائر لمده ديال 27 يوم. الكلب 27 يوم غادي يتقادى ليه سميتو السلاح، ما يبقى عنده لا قرطاس، يبقى عنده مام 27 يوم ما يفوتهاش. نجي تقول لي انت غادي تضرب الجزائر في 24، واش عارف الاسلحه اللي عند الجزائر ولا ما عارفاش؟ واش نتوما ما كتقراوش، ما كتمشيوش تبحثوا، ما عارفين عليها والو؟ وين المغرب حتى هو عنده القوه ديالو العسكريه، عنده الاف 16، عنده العجب وعنده الدبابات، ولكن شكون اللي غادي الخاسر الاكبر في هذه العمليه ديال الحرب نتوما اللي كتمناوها؟ اللي خاسر هو الشعب. الشعب لان النظام غادي يستافد. عرفتي علاش النظام غيستافد؟ النظام العسكري غادي يبقى في الجزائر والنظام الملكي غيبقى في المغرب. ايوا شنو حنا كندابزوا؟ علاش كنتحاربوا؟ علاش حنا باغيين التغيير؟ علاش من التغيير حنا كنطالبوا به دابا؟ راه ما يمكنش يا صاحبي انت تطلب حرب. وعليكم السلام. تفضل اخويا، تفضل. احمد اسمح لي سليماني نعطيك الكلمه خويا احمد. اسمع عادي اخويا. لا الحاجه اللي تضرك تضرني يا سعيد، هذه راك عارف. انا عارف، ولكن عاودت انا الحاجه اللي غتضرك وما تضر. عادي والله اذا نقطع اللايف. انا ما نبغيش نشوفكم نيرفي، لان انا غادي نقطع اللايف، ما عندي حتى شي حاجه. والله ما نبغيكش انا، بالعكس انا نبغيك توز. شوف كنا كنضحكوا كنفوجوا، وانا هادشي بغيت بالحضور. لان كنعرف الكلام ديالو، عرفت الكلام ديالو في الغادي. فهمت. هو الا انا دائما كنقول ما نقدرش نحكم على القلوب تاع الناس، لكن يعني بحال انه يتشفى فيا ويقول يا ربي ترجع العلاقات بين الجزائر والمغرب باش يسلموا لي. ما نمشيش للجزائر ونخرج بابوحه صافي. راه الجزائر ماشي انني انا كنمشي للجزائر، انني كنعرف انني كنمشي لواحد البلاد امنه، بلاد امنه معزز مكرم، وحتى واحد ما تعرض لي، حتى واحد ما هددني، وكاع الشعب الجزائري. حنا راه ملي كنتي تما راه بالدموع كنبكيو فرحانين، وشكرنا الشعب الجزائري وشكرنا الدوله الجزائريه والحكومه الجزائريه على هذا الاستقبال هذا وعلى الامن اللي وفرته لي مزيان. نعم حقيقه. انا واحد القضيه، واحد القناعه عندي، انا عندي واحد القناعه اللي ربما ما تعرفوش بزاف، لان انا ربما في بعض الاحيان تكون انا شويه قاصح، لان بكثره المنطق ديالي والعقلانيه ديالي كنقول شي امور ربما ما خصنيش نقولها، ولكن تنقول غير بلاتي اللي غادي نركز عليها اخي احمد. والله العالي العظيم اما كان عليا هذا الهجوم حتى مشيت للجزائر تماما. عارف ما كانش عليا هذا الهجوم. راه قلتها الذهاب ديالي للجزائر مشاو الجزائر بيع. اش كتخربق يا وليدي، اش كتخربق؟ الجزائر بلاد كيما تونس كيما ليبيا كيما موريتانيا. نعم خويا سعيد، انا وياك في الخاص ناقشنا هذا الموضوع، ورانك عطيت الراي ديالي وانت عارف الراي ديالي في هذا الموضوع، قلت لك راه السبب باين وواضح. علاش؟ انا واحد القضيه ربما راه قلتها شي جوج المرات ومن تما ما عاودتش قلتها باش يعرفوها كذلك الاخوه الجزائريين اللي هو كشعب. انا ما كنحاولش نجرح الجزائري من خلال القراءه ديالي للنظام الجزائري، لا ما تفهموا. انا تنقول شوف النظام الجزائري كيفما كان الحال هو ارحم من النظام المخزني المغربي، ارحم، هو يحترم الشعب ديالو. هذه واحد النقطه لا بد ما نقولها. انا تنحترم في النظام الجزائري هذه النقطه هذه، انه كيحترم الشعب ديالو، والشعب الجزائري راه غادي بشويه انه كيقدر يعبر على الراي ديالو ويختار الرئيس اللي يبغي بواحد الانتخابات، سواء كانت نازيه ولا ماشي نازيه، هادشي ما تيهمنيش انايا. لكن هذه النقطه لا بد ما نقولها، وقلتها مرارا بانه على الاقل النظام الجزائري تيبقى ارحم من النظام الخبيث المغربي باش تكون واضح. لكن سمعوا السليماني. السلام عليكم خويا سعيد. انا واحد الطلب ليك شخصيا، كل واحد انا كنحترم كل واحد الراي ديالو، كل واحد يدافع على البلاد ديالو كما بغى. انا عندي واحد طلب ليك انت شخصيا،
بعد مره هاد اليوم ما وقعش هادشي حسره، هذا شي ساعه وانا تابع اللايف ديالك، ما كانش هادشي اليوم. مره كيكون شي لايف وكطلع الناس لا من هوك ولا من هوك، مثلا جزائريين ولا تونسيين ولا ليبيين كيضربوا في المغرب ولا انفيرس عاوتاني شي المغاربه اللي كيضربوا في النظام تاع الجزائر وهذا. هادشي اللي مزيان مثلا المغاربه عندهم الحق يدافعوا على البلاد، يقولوا اللي بغاو، بحال خويا حميد، بحال بزاف. ساعه واحد ما يكونش مغربي ويضرب في النظام، ما يكونش مغربي ويضرب في النظام المغربي، ماشي معقول، فهمتي؟ ولا ثاني واحد مغربي يطلع عندك ويبقى يضرب في النظام الجزائري، هادشي ماشي. لا ما كاينش انا عندي هذا الشيء خويا العزيز. لا اليوم ما كانش، اليوم ما كانش. انا كنتابعك، فهمتي؟ هذه شحال كنتي مره كطلع الجزائر. شوف، هو هذا المشكل انا تفاديته ازيد من سنه ونصف باش ما يطلعش عندي مغربي هادشي